صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا نسمي الله، نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطي لي لايك من ايدك الحلوة وتعليق تحت الفيديو زي قلبك، وادعوا لاخواتنا في فلسطين. جالي تعليق امبارح والله خلتني كنت هعيط، بس والله ما باليد حيلة. الله المستعان يا رب. ربنا يا رب يسترها معاكم ويهون عليكم ويجعلكم يا رب من اعلى درجات الجنة شهدائكم ان شاء الله. بصوا، اول حاجه عملتها كده صحيت قلت ايه يعني صباح الخير. قمت كده فتحت كل الشقه، فتحت كل الشبابيك وكل الستاير وكل حاجه، وقمت بقى ايه مشغله عود بخور كده محترم. شغلت بس اللي هو الهرمي ده، بحبه جدا جدا جدا، قرب يخلص عايزه اجيب تاني. بس فقلت اشغل كده ريحه الشقه تتجدد. بصوا، وانا عايزه اعمل حاجات كتيره قوي في البيت. يعني انا من ساعه ما جيت من المصيف وانا مرميه رميه ما يعلم بيها الا ربنا، مش عارفه في ايه. اهم حاجه كنت لازم اشيل الشنط، ولازم اغير لازم اغسل الهدوم اللي انا راجعه بيها والكلام ده كله. انما البيت بقى، البيت نفسه بعمل الحاجات الاساسيه، يعني فطار غدا عشاء بمواعينهم، فاهميني. انما بقى ان انا اقوم اشوف ركن واشوف ستاير واشوف، مش عارفه. اقترحوا عليا واكتبوا لي تحت في التعليقات هتعملوا ايه. يعني انا مش عارفه، لان انا المفروض ان انا انضف تنظيفه العيد بعد مازن ما يعمل العمليه ولا قبل، والله ما اعرف، مش عارفه. يعني المفروض ان انا امسك كده الشقه اعملها تنفيذة المدارس بقى والكلام ده. هو انا قلت عيد ولا مدارس؟ والله العظيم ما مجمعه قلت ايه بجد. عيد ايه؟ اه ما هو عيد المدارس. المفروض ان انا انفض قبل المدارس والدروس بقى والليله دي، لان احنا بنعمل من على الوش وما بنعملش بقى غير قبل رمضان والكلام ده. فاقترحوا عليا، يعني المفروض مازن يدخل عمليات ان شاء الله نص 8 كده. فربنا كريم، ربنا كريم، يا ربنا يقدرني ويقويني، وان انا اشتغل في البيت كده واخلص واعمل تنظيفه كده من الاعماق، يا اما استنى لما يعمل العمليه وقبل الدروس بتاعت ملك. بس المهم ان انا قمت فتحت الشقه كلها، قلت بقى ايه، استعنت بالله كده، قلت بنت قومي وصوري وتشجعي مع اخواتك. فتحت الشقه كلها تمام. وكان عندي شويه مواعين بصراحه، بس قلت ايه لازم اعمل فطار بقى محترم كده. كنت جبت عجينه فلافل وجبت فول من قبلها بيوم وحطاهم في التلاجة، يعني كنت حطاهم في الفريزر، بس قلت لا بقى يلا بينا ايه نفطر كده فطار محترم، بقالنا كتير ما فطرناش الفطار ده، بنقضيها كده كل واحد بيفطر لوحده. فقلت لا نفطر كلنا مع بعض. بس هعمل بقى على الفول بحط زبده وملح، بحط على بعمل عجينه الفلافل، بعمل بيضه، جينا بنعمل مع بعض. وحشتوني جدا جدا. طمنوني عليكم، قولوا لي عملتوا ايه في نتيجه الثانويه العامه، وقولوا لي عملتوا ايه في التنسيق، مين كان مرحله اولى وجالكوا ايه ودخلتوا ايه. ربنا يا رب ينجحكم ويوفقكم ويكرمكم ويدي كل اللي عايز حاجه يا رب يا رب يا رب يديها. واللي سالني كذا مره على معهد مازن، انا برد عليكم في التعليقات، والله والله برد، بس انتوا ممكن تكونوا ما بترجعوش تسمعوا التعليق، يعني تشوفوا التعليقات تاني او تشوفوا الرد تاني. بس فالله المستعان يا رب. ربنا كريم وينجحنا ويوفقنا ويسترها معانا ويخلي لكم ولادكم يا رب، اللهم امين. قلت اعمل بقى كده بيض. انا عملت ليا انا حته بيض، وعملت لهم هما بيض بالبسطرمه. انا بحب البيض ساده، يعني انا بحب البيض كده من غير بسطرمه ولا عليه اي حاجه. في ناس بتعمله باللانشون، وفي ناس بتعمله بالبطاطس المهروسه، في ناس بتعمله بحاجات كتيره قوي. بس انا بحب بيض بالصدق، بيض بالفول. هو البيض عموما بيتحط على اي حاجه، بس مش عارفه ليه هي بتطلب معايا انا كده اللي هو بيض ساده. بحبه يا متقلب يا عيون، بس اسمه ايه ده، يا متقلب يا اومليت، بس يكون ساده تمام. باكل بالبسطرمه بس يعني ايه، لا بيطلب معايا ساعات كده ببقى عايزاه ساده يعني. بس عملت لهم بقى هم حبه بيض بالبسطرمه، وعملت بطاطس محمره، وهقلي فلافل. بصوا الزيت اللي من هنا ده عايز يتغسل. الطاسات دي نفسي انضفها على فكره، يعني نفسي انضفها والله العظيم. هي الومنيوم، نفسي انضفها تنظيفه محترمه. واتصل بالمصنع يجي ياخد الحلل بتاعتي يعملها لي. للاسف هو الرقم يعني ضايع مني، وكان علي بعتهولي كذا مره بس ضايع مني. عايزه اتصل بيه يجي ياخد الطاسات بتاعتي اللي هي الالومنيوم دي ويعملها لي جرانيت. حقيقي جرانيت تحفه 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 تحفه، احسن بكتير بكتير وما بتلزقش والكلام ده كله. بس عملت بقى فطار متين كده محترم. قولوا لي يومكم ماشي ازاي، انتوا وحشتوني جدا. بجد شكرا على كل تعليقاتكم، شكرا على كل لايكاتكم، شكرا على كل اللي بيتفرج على الفيديوهات القديمه ويخش يقولوا لي يا موني احنا بنتفرج على الفيديوهات القديمه لحد ما تنزلي فيديو. والفيديو اللي فات مش عارفه ما اتشافش ليه قوي، هو كان
عشان 10 دقايق، وفي نفس الوقت هو فيديو لذيذ ترفيهي كده اكتر. يعني كنت منزله لكم كل الاكتيفيتي اللي احنا عملناها. يعني لعبنا بلياردو، ركبنا عجل، الولاد ركبوا الجولف كار وانا كمان ركبته. ففي كذا حاجه بصراحه، الموضوع لذيذ قوي قوي قوي، والاكتيفيتي اللي عملناها كانت حلوه. في حاجات كتير ومراجيح والعاب وكل حاجه، وهوكي ايه تاني، وفيديو جيم وبلاي ستيشن، كان في كل حاجه بصراحه. والاكتيفيتي بتاعت الاطفال كمان كانت اكتر، فالموضوع كان لذيذ قوي، كنا مبسوطين كلنا بجد. بس كانوا يومين حلوين قوي قوي قوي. والحفلات اللي كانت على في المطعم كمان او الكافيه كانت لذيذه قوي، والشخصيات الكرتونيه اللي كانوا لابسينها الولاد العرايس وبتاع، فالدنيا كانت حلوه. فحبيت ان انا انزل لكم الاكتيفيتي دي كلها في فيديو واحد مع بعض، بحيث ان هي ايه تتشاف، يعني قصدي تاخدوا فكره. يعني لو حد حابب يروح القريه هناك يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. بس المهم بقى كده حمرت فلافل وظبطت الدنيا وفطرنا. عايزه اقول لكم ان انا وعايزه اعمل حاجات كتيره، والله عايزه اعمل حاجات كتير، بس الفكره ان انا يعني مش عارفه من ساعه ما رجعنا وانا مش عارفه، عمال انام واقوم وانام واقوم من النوم اتربي انام تاني على الكنبه بره. يعني بقوم من على السرير انام بره، الولاد يقوموا يلاقوني نايمه على الكنبه. طب ايه يا ماما؟ اقول لهم مش عارفه، مش قادره اقوم، مكسلانه، مش عارفه. الجو كمان مفرهدني قوي، والجو هنا صعب جدا جدا جدا. بصوا بقى ده فطرنا. فطرنا فطار محترم قوي قوي قوي. كان عندنا بقى خضره ومربى وجبنه، حطيت كل حاجه، وعملت بقى كوبايه شاي. التلاجة عندي فيها مشكله، الرف بتاعها في مشكله، فبعت اتصلت بتوشيبا. بصراحه توكيلهم تحفه حقيقي والله. بصوا خدمه ما بعد البيع في منتهى الجمال، والناس محترمه جدا. بس الفكره ان التلاجة دي طلعت رديئه رديئه رديئه، ومحدش يجيبها. التلاجة اللي هي 3 ابواب، محدش يجيبها يا جماعه، وحشه جدا 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 بجد. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما فطرت اتقلبت، نمت، شربت الشاي، والمندوب جه شاف لي، المهندس جه شاف لي التلاجة، قال لي لازم تتغير باب. فانا مش عارفه ايه الحاجات الكتير اللي بقت على دماغي دي. قلت له لا مش هغير بيبان، طالما هي نفس الماتيريال ونفس البلاستيك ونفس كل حاجه يبقى هيتكسر تاني. ادفع 3000 جنيه ويتكسر تاني، يبقى ملوش لازمه. بس تعالوا اوريكم جبنا ايه. نزلت انا وبنت ملوكه، ما تيجي يا بنت معايا؟ استني بس نشوف ما تطلعي معايا. قاعده المدرسه منزله الشعبة، تأكيد الشعبة، فقاعدة بتراجع. بصوا بقى، جبت من عند دندي انتوا عارفينه. انا دخت على شميز ابيض، انتوا قلتوا لي جيبي شميز ابيض يا موني. انا ما كنتش لاقيه شميز ابيض، والله ما لاقيه. انا عارفه ان الباديوات الكارينا موضتها راحت. هو ده مش بادي كارينا، هو ده تي شيرت بس بيزك، يعني طويل بكم. فقلت يعني اقضي بيه وخلاص، فاهمين؟ المهم جبت الشميز ده اهو، هو قصير كده من ورا وطويل، قصير من قدام وطويل من ورا. جبته من عند دندي، عامل 325، بس حقيقي حلو. انا ما كنتش لاقيه شميز حلو على فكره، يعني انا حاولت ان انا ادور على شميزات والله ما كنتش لاقيه. فالمهم لقيته عند دندي. لو انا عايزه رقمي القومي يبقى نازل على صفحه المدرسه كده. عادي، هم ممكن يعملوا ايه رقمي القومي؟ ولا حاجه يعملوا ايه رقمك القومي ولا اي حاجه. لا عادي، طب ما انا رقمي القومي معروف. جبت ايه تاني؟ تعالوا اوريكم. كنت محتاجه، البيت كان فاضي خالص خالص. ملاك نعم. اقفلي لي الستاره البتاع دي، ولا استني انا انا يعني ما لحقتش اسمع اصلا تأذين قبل بلكونه عامله دوشه، البلكونه في ناس اصلا مش كاتبين شعر خالص. طب هم عملوا كده ازاي؟ المهم في ناس ايه يبقى مش مأكدين، مش كاتبين خالص اصلا. المهم من ساعه ما جينا من المصيف، انا عايزه اقول لكم احنا بقالنا اسبوع راجعين. عايزه اقول لكم انا بقالي اسبوع عامله كده والله العظيم مش عارفه مالي في ايه. بس النهارده قمت واتشجعت، غسلت المواعين كان بقالها 3 ايام حرفيا مش قادره اعمل حاجه. وملك كانت بتعلق محاليل. بصوا لو تضربوا بعينكم هناك في الجنب ده كده، هوريكم دلوقتي. بصوا الطرحه بتاعتي كان بيتر هنا معلق لها محلول تاني، رجعنا نعلق محاليل تاني من ساعه ما كنت عند الدكتور. انتوا قلتوا لي طمنيني على ملوكه يا موني. والله مش عارفه، هو الدكتور قال نازله معويه، ورجع وهو اطمن الحمد لله على العصاره الصفراويه وعلى القناه المراريه وعلى الكبد. قال لي هو الحمد لله. قولي لاخوكي هو بس شويه. قال لي الحمد لله الاجهزه جوه كويسه، بس احنا بقى نحاول نظبط الاكل اكتر من كده. فبحاول والله على قد ما اقدر. هي تعبت مني جدا في المصيف، بس الحمد لله. اول حاجه جبتها لاني غسلت كتير قوي.
صورت معاكم في الفيديو اللي انا نشرت فيه، بس المساحيق والحاجات خلصت. المهم جبت فريده، انا بجيب اللي هو اللبني ده بتاع المنعم بتاع الغسيل. الارضيات بجيب اخضر، قلت لكم كذا مره. عايزه اقول لكم يا بنات خطير والله العظيم، خطير، ريحته حلوه جدا. جبت ايه تاني؟ اوريكم المنظفات الاول وبعد كده اوريكم جبت ايه. تمام، جبت كلوكس ازرق، تمام اهو، برضو بستخدم الازرق، ريحته حلوه. البينك ريحته وحشه جدا. هو ايه التأكيد؟ بصوا ريحته حلوه ازاي. شوفي لو عايزين نروح المدرسه اروح بكره. تقريبا لازم نروح المدرسه. طيب اروح لك الصبح بكره. لازم نروح المدرسه. ماشي. مش عارفه دلوقتي ولا بدايه الدراسه ازاي يعني. بس انا كمان المفروض اجي معاكي عشان انزل. ما اعرفش، هسالهم الصبح فاتصل بيهم. هروح معاكي. جبت اوكسي الوان اسود اللي هو البلاك، عشان الغسيل الاسود او الغوامق انا ما بغسلهوش ببودر، لان البودر بيجير فيه، فاهمين؟ يا اما لازم بقى تبوشيه كويس قوي والكلام ده، بس بحس ان هو بيجرب، يعني بحس ان هو معرفش يعني لونه ما بيبقاش حلو. فلا انا بستخدم بقالي كتير قوي قوي قوي. حتى لما كنت بجيب السايب كنت بجيب الاسود، يعني كنا عندي جيركن الكبير قوي الاسود، ما كانت يعني بقالي بتاع 3 سنين مثلا او 4 سنين كمان من قبل علي ما يسافر. كنت دايما اجيب، حتى لو بجيب سايب بجيب برضو البلاك سايب، فاهميني؟ يعني سائل. بس جبت ايه البتاع بتاعي البخور اللي هو الهرم ده خلص. عايزه اقول لكم انا بحبه جدا جدا، لان انا كل يوم لازم اشغل، فمش كل يوم هولع فحم وبخور من التاني اللي هو الغالي اللي عندي بتاع صحابي. بص هو موجود هنا، بس ما يجيليش قلب بصراحه، او مش استحاله ان انا اعرف ادخل عند عبد الصمد الكرشي مثلا اشتري علبه بخور. معديه يا جماعه مبلغ 3000 و4000 مصري. فعشان كده لما حد من صحابي حبايبي بيبعت لي من بره، ربنا يصلح حالهم يا رب، هو غالي برضو بره بس مع فرق العمله هنا اغلى بكتير، فانا يعني بسيب الحاجات اللي هو الغالي ده بصراحه. عندي لسه من ايام ما كانت هدى صاحبتي بعتالي، وزوزو وسحر وزيزي وام تركي وبيرو. بصوا انا سايبه كل البخور بتاع صحابي، لازم كل، مع اني والله العظيم هو في بركه، مع ان كل ما حد يجي لي من اهلي، امي، اخوات جوزي، اي حد من صحابي لازم اديله بخور، لان بيشم ريحه البيت حلوه، فيقول لي اماني، اقول لهم طب استنى، اروح مطلعه لهم بتاعه فحم واروح مطلعه لهم بخور. وسبحان الله ولسه عندي، يعني سبحان الله لسه عندي برده ايه حبات كده، فمحافظه عليه. بحب احطه ايه يوم جمعه، في عيد، في مناسبه كده، فاهمين؟ فبحاول ان انا استخدم الطويل اللي هو انسام الاندلس اللي هو بيقعد 5 ساعات ده اكتر منهم. وبجيب بقى اللي هو ايه الهرمي ده، فده ب7.5 بس كبيره، يعني بتقعد فتره، فاهميني؟ فبقعد ساعات احط واحده في الصاله وواحده في كل اوضه، وساعات واحده بس بمشيها في الشقه كلها على حسب يعني. المهم جبت ايه تاني بقى؟ بس جبت ايه بقى بصراحه، ما رحتش فتح الله. في حاجات عندي، يعني عندي بقيت رز، عندي بقيت مكرونه، عندي شعريه، عندي لسان عصفور، عندي حاجات الحمد لله. فحاولت ان انا اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها، بس لان احنا داخلين على منعطف تاريخي تاني، عمليه جديده، ولسه راجعه من المصيف وطالعه من عمليه ملك. فالحمد لله والله الدنيا الحمد لله كويسه، بس بحاول ان انا امسك ايدي عشان احنا الاسبوع الجاي مازن عنده امتحان ان شاء الله، وهيدخل عمليات. ادعوا لي دعواتكم. انا بس عايزه ملك تبقى شاده حيلها كده عشان صلبه طولها معايا، عشان هندخل على دروس وليله طويله. فالله المستعان، ربنا كريم يا رب ان شاء الله. ادعوا لي ان مازن ان شاء الله يدخل العمليات كده ان شاء الله، هندخل بعد يوم 10، فربنا كريم. بس جبت ازازه الزيت دي عامله 150، تمام، حلوه. انا جبت الحلو، هو حلو يعني، انا بستخدمه على طول للقلي والطبخ، بحط منه على الاكل، بحط منه مثلا، بحطه في الزياده وبحط منه على الاكل. الفول انا بحط زبده، يعني فاهماني، للطبخ، للرز، الكلام ده كله. جبت ايه تاني؟ انا جبت توست من ده المازن عشان هو بيحبه، الاسمر ده، عشان مازن على طول معدته وجعاه، فانا بيحاول ياكل العيش اللي هو يا الماوي يا الاسمر يا التوست الاسمر ده، فجبته له، هو بيحبه. ساعات بيقوموا من النوم مش عايزين ياكلوا، فاللي هو طب ايه، فيقول لي طب هعمل توستايه، فاقول له ماشي، فبيروح عامل توستايه من جيب الجبنه كده، فبتبقى حلوه. تمام. ايه الميه، ايه الميه دي؟ هتلاقي حاجه جوه ساقعه ومساحه. مفيش حاجه بالتوست مفيش حاجه هنا ساقعه خالص، يبقى ميه من على البتاع، مش فارقه بقى. جبت تميس ده، كورن فليكس الملوكه، برضو ساعات بتقوم من النوم طب تاكلي ايه، تقولي مش عارفه،
بيبقوا فعلا زهقانين ولسه صاحيين من النوم، وببقى عايزاها تاكل حاجه عشان تاخد علاجها. جبت نسكافيه جولد من ده لان انا ما بشربش غيره، النسكافيه ده. انا عندي البلاك اللي هو كانت بيرو بعتهولي، اللي هو البرطمان ده. بعمله بس ساعات بستسهل بصراحه، يعني ساعات بقول لملك اعملي لي، فبدل ما تقف تضرب وتزود لبن وتسخن لبن وبتاع، لا تمام. والاقراص بتاعه المكنه اللي هي الكابتشينو بصراحه مش بعملها على طول لان هي غاليه جدا، انا مش بعملها على طول يعني، اوقات او لما حد يبقى غالي عليا عندي. جبت ايه تاني؟ عايزه اقول لكم ان انا كان عندي ازازه ميه كنا واخدينها واحنا ماشيين. عندي ازازه لبن من ساعه ما كنت واخداها معايا المصيف ال4 ايام ورجعت بيها، والله العظيم لسه عندي. ما شربوهاش هناك، ما فتحتهاش اصلا. طب اعمل لكم نسكويك؟ لا. كنت واخده لهم نسكويك، واخده لهم شاي. طب اعمل لكم شاي بلبن؟ لا. طب نسكويك؟ لا. ال4 يسدوا النفس في الاكل والله العظيم. المهم رجعت بيها، فهي خلاص فاضل فيها شويه صغيرين. جبت بقى واحده دي 63 نازله عليها عرض. جبت واحده انا بجيب يا المراعي، انا مش عارفه ليه مش لاقيه لامار، هو لامار مش موجود ولا ايه؟ عشان انا كنت بستخدم لامار ما بستخدمش جهينه. انا بس يعني في اوقات بجيب جهينه، بس انا بستخدم يا المراعي يا لامار، فانا بقالي فتره مش لاقياه، مش عارفه ليه. جبت واحده بيور ليا، بقالي فتره كده يعني ايه السكر عالي مش مظبوط، بقالي كام يوم بجد. طب كويس. يا لهوي الطرحه ايه ده؟ بصي انا حاطه النضاره فين؟ هاي انت مش انت فاكره انت لابساها ولا ايه؟ انا برضه بقول انا مش شايفه ليه. انا على النضاره بتدور عليها اساسا، ما انا مش لسه بدري عليكي يا حبيبتي. هو اللي سمره كده، ايه المنظر ده؟ ما انا سمرة في انا ليه؟ انا ليه سوا مصيف. المهم جبت البيو، انا حاسه ان في حاجه، هو ايه اللي حصل؟ مش عارفه، انا حاساها مفتوحه ليه؟ هو انا مالي؟ الميه اللي في ايدك يا بنت العبيطه. انا اللي عبيطه؟ لا انا العبيطه، وانا بقول لك يا بنت العبيطه، انت العبيطه انا العبيطه. جبت واحده بيور عامله 60 الله يرحم، كانت ب 28 و 30 جنيه. على فكره انا جت عليا فتره كنت بشرب عصير بيور، بس انا مش فاكره هي امتى. لما كنتي قبل العمل، لما كان ضغطك بيوطى، ما كناش بنبقى عايزين نشرب حاجه مسكره، فكنا بنحاول ان احنا نجيب حاجات بيور. المهم ان انا ما صدقت لقيت رودس، لان انا من ساعه والله العظيم وحياه ربنا، من ساعه ما بقيت اقول رودس الذهبي انا بقيت الاقيها بالعافيه. هي كانت مرطرطه بقيت الاقيها مرطرطه يعني كتير يعني مرميه على الرفوف. المهم لقيتها رحت جايبه 2، هي 80، فانا رحت جايبه 2 كده. جيت قلت ايه كيلو في العلبه تقعد بقى معانا شويه. دي علبه كيلو؟ ما هو مفيش منها، مش لاقيه. كنت بجيب الذهبي اللي هي الكيلو دي من الدومتي. فاكره ان احنا شفناها في حته عند حد في جناكليس. لا في حد تقريبا عند بتاع الجمله اللي جنبنا، تقريبا عند الراجل البكوز ده، عارفه اللي هو اللي انت كنت بتجيبي من عنده حاجات. مين ده؟ ما اعرفش اسمه ايه، بس هو كان حاططها ورا، كانت العلبه قد كده بجد والله، كانت اكبر من راسي. اللي في السوق. تصدقي صح جدعه، اجيب لكم لما طب بالله عليكي تفكريني، اكتبي على الواتساب. عايزه امتى؟ طيب ما انت جبتي 2 دلوقتي، مش مهم اجيب واحده كمان. جبنا بنحتاج هنجيب بكره. ماشي. انا فاكره ملك قالت لي عايزه كريم كراميل، قلت لها طب هاتي. قالت لي طب بصي عشان انا مش عارفه طعمه ايه، بدل ما تجيبي علبه تعمليها ويطلع مش حلو. المهم جابت واحده كده كريم كراميل اللي هي دانت تدوقه وبعد كده هعمل لها. حاسه اصلا اكلته قبل كده، مش فاكره فين بقى. انتي بابا كان جايبهولي، ما اعرفش، بس يعني انا اوقات باكل حاجات وبنساها. بابا كان جايبهولي فبفضل ان انا ما اطلبش حاجه وماما تجيبها وتعملها، فما الاقيها طعمها مش حلو تبقى بكميه كبيره، مين هياكلها؟ ده اسمه تبذير. جبت جيلي. انت بتشربي ميه سخنه؟ انت مالتيها. جبت جيلي مازن بيحبه، وملك بتاكله بس مازن بيحبه اكتر، فجبت العرض اللي هو الكبير ده، بجيبه على طول اللي هو في 3 ده. بيقعد يعني بعمل منه كيسين، ويقعد التالت اعمله مع الكيس، يعني فاهمين؟ علبتين، يعني العلبتين من دول يعملوا لي مرتين. ماشي. جبت واحده جهينه مانجا. ماشي يلا غيري. اقفلي بتاع ده عشان ما كلي منه. كلي حاجه واحده. انا مسكته كده بيزفلط. لا خدي استني، يعني مسكها هنا بتقوم نقطه كده، فاهمه؟ جبت واحد مانجا جهينه ده عشان مازن هو اللي بيحبه اكتر. انا عايزه اقول لكم ايدي مقشره، بصوا انا عامله زي شبه الجربانين، رايحه جايه عماله اهرش، فرق الايد من الايد فظيع. واقفه ورايا كده ليه يا بنت يا عبيطه؟
جبت واحد مكرونه، جبت كيس واحد مكرونه لان انا عندي واحد مفتوح فاضل لسه نصه، فقلت واحد بس عشان يقعد معايا بقيه الشهر. هما اكلتهم زي الزفت والله العظيم زي الزفت. هل الاصناف 25 جبت كل دول صلصه 25 تحسيهم 120. لا قولي ما شاء احترم الله. على حوار القداسيه. طب استنى لا انا قصدي ان هم تحسيهم مترصصين كتير اوفر يعني عشان حاطين قدامهم اتنين وكاتبين بتاع مفكرونه كتير يعني. جبت صلصه، الصلصه دي انا بستخدمها مش كلها يعني نصها بخفها فاهمين. بس بحبها في البيت بتبقى حلوه. عندي برطمان تاني بقاله فتره والله، برطمان كنت جايباه اللي هو هارفست تقريبا ولا ايه والله ما فاكره، او روز جاردن ادمي معرفش. المهم جبت 3 بتفضل بقى في البيت فتره. 3M يعني ولا واحده من اللي انا قلتها. قالت لكم هارفست وقلتي تاني وقلت ادمي وهي 3M اصلا. جبنا كيك شوكولاته، انا عندي اصلا واحده هنا ولا ما عندناش، احنا عندنا ام علي هو كل شويه بقدر احوص مش عارفه. المهم دي ب55 بس بتطلع. عندنا ده عندنا سريلاك وعندنا ده، فعايزه اقول لكم ان هي بتطلع حلوه قوي 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 فبتنجز. ده ام علي. ساعات بقول لها خشي انتي اعمليها فبتبقى سهله عليها بدل ما تقعد تنخل وتقعد تعمل. عندنا واحده بالبرتقال حلوه دي يعني. مازن بياكل اندومي، فبقاله فتره كده يقول لي عايز اندومي عايز اندومي، فساعات بيجوع واحنا نايمين بالليل. انا بنام الصبح، انا بنام بعد الفجر. مالك ما بتاكلهاش. هي طلع عمره ما كان بياكلها، هي طاقه معاه بقاله كام يوم كده، فقلت اجيب له 2 هسيبهم له في الدولاب. لقيت على دي توناكو، دي اسمها توناكو ما علينا. لقيتها ب25 بدل 45 نازل عليها عرض، فانا جبتها اللوزه. جبت علبتين ب50 اللوزه، بقطع لها عليها. مالك انا حرانه ايه؟ طب انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. بقطع لها عليها عيش فينو بهرسه لها وبتاكله. جبنا تمن بصل باودر. خد تمن بصل باودر. جبت بصل باودر، جبت بابريكا وتمن توم باودر. عندي كله تمن. عندي فلفل اسمر وعندي ملح. البتاعه دي بقى انا لقيتها فقلت اجربها، اللي جربها يقول لي عشان لو وحشه رجعها. هي على فكره مكتوب عليها هوم ميد اصلا، وريني كده يعني من ايه قدام هاند ميد. يعني ايه برضو؟ معموله يدويا هاند ميد. ماشي هتطلع حلوه يعني. جربي. تشاينيز نودلز. انا بصوا انا بحب النودلز دي قوي في المطاعم الكوري، بحب اكل قوي في المطاعم الاسيوي، فلما بروح سان ستيفانو بحب اجيب من المطعم اللي هناك سويت اند ساور، اللي هي الفراخ اللي هي بتبقى مسكره ومش مسكره، عارفين انتوا. فانا عملتها معاكم قبل كده في القناه وطلعت تحفه، بس مش عارفه يمكن بكسل ليه، عشان هما ما بياكلوهاش. انا بعملها لنفسي في الحاجات اللي انا بحبها بكسل اعملها. المهم ان انا جربت قلت اجيبها اعمل مثلا حبه كده صغيرين. طبعا دي ممكن تتعمل على 3-4 مرات لان انا اكلتي بقت قد كده، فممكن اعمل مثلا ربعها على صدر فرخه. عايزه الصبح ان شاء الله هبعت اجيب فرخه يعني على صدر. انا اعملها سويت اند ساور. هتاكلي معايا لو عملتها؟ ممكن يكون سويت ما انتوا كلتوا معايا. النودلز لا انتوا كلتوا معايا سويت اند ساور قبل كده. ما بحبهاش. المهم اعمل لك جنبها سباكيتي. المهم ان انا عايزه اجربها بصراحه، فلما لقيتها ب25 جنيه فنص كيلو ب25 جنيه فجبتها قلت اعمل اجرب يعني، انا نفسي فيها بصراحه. بس وجبت ادوسيه. ايه ده ماما؟ دي معاها صوص شوكولاته بجد؟ هاتي الادوسيه. لا تقريبا ما معاهاش. الادوسيه بقى ضحكتني ضحك. انا بقول له عايزه، هو ما اعرفش هو سوري ولا ايه. سوري؟ لا هو مش سوري، هو اشقر بس اصل شبه السوريين قوي. ايوه عشان هو حلو اشقر. حلو دي بعكس الراجل. مش بعكس، ده راجل كبير تقريبا قد ابويا قد ابوكي. عايزه اقول لكم ان هو تقريبا سوري، فالمهم هو يعني سوري وهيشتغل في محل ادوسيه يا ماما؟ ممكن. ما ممكن يروح طب يشتغل أقول في له. شاورما بقى يعني، ايه اللي هيوقفه عند الادوسيه؟ فبقول له عايزه نص ادوسيه، فهو جه سمعها قال لي ايه؟ فقلت له في ايه؟ عايزه نص ادوسيه. قال لي عايزه كام كيلو؟ قلت له كام كيلو ايه؟ انا بقول لك عايزه نص ادوسيه. قال لي انا سمعتها 5 كيلو ونص. قلت له لا انا عايزه نص ادوسيه. طب مش عارفه تعملي 5 كيلو فهو بقى مش عارفه، هو بقى بيحاسبني فبقول له بكام؟ انا سامعاه بيقول 120 وانا كمان. فبقول له شكله بيستهبل. قلت له 120 بس ضحكني بصراحه. قال لي ايوه. قلت له هي ايه اللي 120؟ قال لي ايوه 120. قلت له 120 هو ما كانش بيقول ايوه، هو قال لك مره ايوه وفضل يقول لك هو انا بقول له انت بتهزر؟ يقول لي هو الهزار، هو الشغل فيه هزار. انا حاساه هيضحك، ما اعرفش هو بيزاولنا ولا هو ايه. بعدين قلت له بكام بجد؟ قال لي 20.
هو انا قلت له ايوه قول كده 20 مش 120. فراح واقف متنح لي كده، فمش عارفه هو مركز مستوعب هو دماغه ولا هو كان بيهزر. بقى في الاخر ما هو مصدوم قوي ان احنا كنا سامعين 120. قلت له ما انت سمعتها 5 كيلو ونص، ما تأزمهاش يعني. اصل مش فاهمه واحده قصاد واحده. ما اسمها واحده على فكره ملك ما كانتش نازله بالطرحه كده، ملك كانت حاطه الطرحه جوه الشميز. ما لها انا فكيتها كانت معدوله، هي فكتها عشان جت البيت عشان بس لا ناقص بقى يحسبوني نازله بالطرحه يفتكر ممكن حد يقول لك ايه ده يا ملك فكه الطرحه. ايوه انا نازله بيها كده عشان تطير بقى وتتقلع وانا ماشيه في الشارع. حد كتب لي استني، حد كتب لي في الفيديو بتاع المايو كنت انت لابسه الطاقيه بتتصوروا قبل ما ننزل، كانوا لابسين الشابوهات بيتصوروا. فوهي نازله خلاص احنا خلاص هتلبس بقى السكارف بتاعها وبتاع ونيجي نازلين. يوم الشابوه كنت لامه شعري، كانت لما شعرها يعني هما عشان الخصلتين، فانا خلاص كده انا عملت ذنب كبير قوي. فواحده قالت لي ايه ده يا بنتك قلعت الطرحه تاني، هو اللعب مع ربنا. هو انت بتلعبي مع ربنا. هو ربنا هناك وهنا لا، ايه ربنا هنا وهناك لا. قالت ايه تاني؟ فيما معناه ان انا بلعب يعني بالطرحه. مفيش كلام ده يا حبيبتي، مفيش. الله يهديكي ويصلح حالك. قلت لها اتكلمي كويس، حرام تقولي كده اصلا، هو ربنا يعني انت بتتكلمي انت بتتكلمي ازاي كده؟ انت محجبه بقى؟ بيورينا حاجات، ابعتي لي صوره بحجابك الله يكرمك. بس دي الحاجات اللي انا جبتها. هنخش بقى، تعالى اوريكم البيت، تعالى اوريكم المطبخ. انا مخلصه الدنيا والله. تعالوا بصوا. انا شكلي طالع عندك كاميرا زنجه قوي. سمره ده اكل لوزه، بس البوتاجاز بقى هو اللي عايز يتنضف. بصوا البوتاجاز عايز يتنضف. بصوا خليت الدنيا زي الفل. دي اخر خوخايه من الخوخ اللي انا كنت جايباه معاكم لما صورت معاكم الفيديو اللي فات. المواعين دي يا بنات كانت انا مش عارفه، يعني انا مش عارفه في ايه. ملك تقولي طب اقف انا اغسلها، اقول لها لا. مازن بيحط الكوبايه لما بيلاقي مواعين. مازن ابني من النوع اللي لما بيلاقي حاجه في الحوض ما بيعرفش يقف يعمل حاجه. لو ما لقاش حاجه في الحوض بيشطفها يغسلها بتاع، غير كده لا. المهم هلم الباسكت. محمود النهارده ما طلعتش عشان واخده مني الكيس امبارح، فالحمد لله الحمد لله مخليه الدنيا والله زي الفل. دي المشتريات اهي اللي انا جايباها معاكم. ده التين الشوكي اهو. بصوا هي الدنيا لذيذه، بس احنا مكان القعده، يعني احنا مكان القعده هنا. انا يا بنات عايزه اعمل حاجات كتيره جدا. انا عايزه اغسل الركن، وعايزه بصوا السرير جوه هو عايزه اغيره، وعايزه اصور معاكم بقى فيديو كده محترم اللي هو عايزه اعمل فيه حاجات كتيره جدا. بس انا النهارده بصراحه ما عملتش غير ان انا فتحت الشقه كلها، عملت فطار فطرنا، وبعد كده دخلت بقى خلصت المطبخ وظبطت الدنيا خليته زي الفل. فمش عارفه ممكن يطلع عليا النهار، احنا كده كده بنقعد لحد ما النهار يطلع، فممكن تلاقوني ايه، انا نمت ساعتين دلوقتي الساعه لسه 12، فممكن تلاقوني نمت ساعتين. احنا النهارده اتغدينا بيتزا تمام، فهتلاقوني نمت ساعتين وبعد كده قمت بقى ظبطت الدنيا. احنا امبارح واول عامله مكرونه، كان جنبه برجر وكان جنبه كفته، وعملت مكرونه وكبده. فالحمد لله يعني من ساعه ما جينا بعمل اكل. بس اللي هو ايه، بكره بقى عايزه اطبخ، يعني عايزه اجيب فرخيه اعملها، اعمل ملوخيه، اعمل مثلا بسله باميه بطاطس اي حاجه خضار، ونعمله حله رز وبتاع. فالله المستعان زي ما بنصور مع بعض، زي ما انا ماشيه اليوم بصوره معاكم تمام. فانا زي ما ماشيه كده، فاغلب الوقت على فكره طول ما الجو حر وطول ما الدنيا النهار طالع والشمس وبتاع، انا مرميه رميه ما يعلم بها الا ربنا حرفيا والله العظيم يا بنات. الشقه هنا صعبه 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 فوق ما تتخيلوا. الشقه هنا فظيعه، حر جدا، مش زي الشقه اللي كانت هناك، لان الشقه هناك كانت بحري، هنا قبلي، وبعدين الشمس بتضرب من منور من هنا بتخلي الشقه دي نار، المطبخ نار. انا بدخل المطبخ حرفيا بسيح، بحط مروحه وبشغل شفاط وبشغل المروحه بتاعت الشف، ابدا مفيش والله العظيم ابدا. النهارده طلعت من المطبخ عامله كده، اللي هو كنت بحارب ميه من كل حته. فالحمد لله البلكونه فيها شويه هوا، انما جوه الشقه صعبه 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 جدا جدا، لان الشقه قبلي مش بحري، فالشمس فعلا مش طبيعيه. فالحمد لله تمام. انا القدوسيه دي بحب اكلها قوي بالعسل الاسمر، فهحاول ان انا اكلها بكره بالنهار عشان اخد البرشام. يعني ممكن اكلها مثلا طبق صغير كده الصبح، بحب احط عليها حته زبده واسخنها في الميكرويف، وبعدين احط عليها عسل اسمر. بحبها قوي كده. في ناس بتاكلها باللبن، يعني ملك ساعات بتاكلها بالسكر واللبن. مين دي؟ انا القدوسيه. الكسكسي كده، ما هو الكسكسي كده كده بيتاكل بالسكر واللبن. انتي بتاكلي القدوسيه ساعات باللبن؟ لا انا ما كنتش عارفه. والله بتاكليها باللبن. علي لما كان بيعملها لي
علي لما كان بيعملها لك كان بيعملها لك انا باللبن. باكل حاجات مع علي بعدين بتقولي انت اكلتيها وانا ببقى ناسيه ان انا اكلت بتاكل حاجات مع علي ما اكلتهاش معايا، بس من كام سنه، ما هو من 3 سنين، فانت لازم تنسي. 3 سنين. اه هو انا لما جه اخر مره الفيديو طول قوي، ده احنا نص ساعه، ده لسه بقيت الروتين. يلا ايه ده؟ اشوفها عايزه ايه. ساعة؟ والله بقى لنا نص ساعه. هروح إيه؟ اشوفها. هبله. هروح اشوفها عايزه ايه واشيل الحاجات دي واغير ونشوف البيت. انت عملتش عمره؟ فاضل لي كام لفه. اللي بتلف حوالين الترابيزه، انت بتعملي عمره ولا ايه؟ في ايه؟ اصل انا لفيت كده بعد كده افتكرت ان انا تليفوني جنبك فرجعت اخده كده تاني، فلقيت نفسي لفيت لفه كامله يعني. ادعوا لي والله نفسي اطلع عمره قوي، تصدقوا اكتر وقت حاسه ان انا نفسي اقعد كده. ايه يا بنتي؟ ايه البنت الرخمه دي؟ انت رخمه قوي على فكره. الفيديو طول مننا وانفجر، يعني انفجر بقى كتير قوي. نروح بقى. لا حدفتها، رحت حدفها. طب ليه؟ جت في بطنها، معلش. اني اسفه. انت بتنزلي ازاي؟ ما اعرفش، جت انزلي بيو رشقت. بس يلا بينا، هروح الم الحاجات دي. ممكن نصور واحنا بنلمها، ممكن نصور يا ستي نصور واحنا بنلمها. ايه الفيديو بقى نص ساعه؟ انت بتعملي ايه؟ ما انا هقصقص بقى شويه. هتقصقصي ايه في كل الكلام ده؟ مش فاهمه. يلا بينا. بس يا بنات هنا بقى دخلت، قلت اعبي الحاجه. كان عندي بس الشاي اللي عايز يتعبى. الشاي السكر مليان، لسه مليان، حاطه كيس. الله يكرمها ام محمود جابت لي التموين، عبيت كيس في العلبه. هفضي بس شويه البهارات دول. انا عندي بقيه البهارات كلها الحمد لله. الحمد لله والله، يعني انا البيت الحمد لله يعني مستور، ربنا سترها معايا. كان فاضل حاجات، كان ما عنديش زيت، ما عنديش بقيه مكرونه، عندي عايزه شاي. لا ما جبت الشاي، كان عندي العلبه في بتاعك بهارات. بس يعني الحاجات اللي انا جبتها معاكم دي انا مش عايزه حاجه تاني. ممكن اكون عايزه فراخ، عايزه لحمه، عايزه حاجات كده. بس بصراحه طول ما الجو صيف وطول ما الدنيا ممكن حد يناولني حاجه او انا البس وانزل اجيب، الدنيا ماشيه. يعني ما بحاولش اجيب واركن في التلاجة، لان انا ولادي ربنا يهديهم ممكن مثلا ابقى جايبه فرخه اقول لهم اعمل فراخ، يقولوا لي لا اعملي لحمه، فما يبقاش عندي لحمه. انتوا فاهمين؟ فلا انا بجيب الحاجات اللي هي الاساسيه، يعني كبده، سجق، مثلا لحمه مفرومه، بانيه، برجر، كفته، واحطهم في التلاجة. بس انما الفراخ واللحمه والسمك بجيبهم فريش طازه. بتصل بالتليفون بيبعتوه لي الصراحه، سواء خرشد او سواء بتاع الفراخ الشيخ هناك، او اسمه ايه، او السمك. عندي ابو رحمه تحت وعندي احمد، بتصل بيهم بصراحه بيجيبوا لي السمك والاكل على طول. فما ببقاش محتاجه بصراحه ان انا اجيب واحط في التلاجة، يعني فاهميني؟ بس حطيت بقى كده البهارات وظبطت الدنيا. يلا قومي لو وراكي حاجه وقومي وخلصيها وتشجعي، وشجعوني في الكومنتات. انا بقول لكم اهو، اكتبوا لي يلا موني قومي وتشجعي وتحمسي وتحفزي، عشان بجد عايزه اعمل حاجات كتيره جدا قبل عمليه مازن. هو عنده امتحان اللي هو السمر كورس ده خلاص، فعنده امتحان يوم 10/8. كان ماده كده هو ما كانش حضرها لما كان تعبان. استنوني في فيديو جديد وبسلامه الله.